وبعد طول انتظار اخيرا افتتحنا فرع البلاستيك. يلا بينا نشوف وفرنا لكم ايه في فرع البلاستيك وايه المنتجات اللي جت جديده. اولا كده علب حفظ الرز، دي عمليه جدا بدون نقاش، ودي بتبقى عباره عن علبه بالغطا بتشيل لحد 5 كيلو رز، ومعاها كوبايه معيار للرز، ودي سعرها 92 جنيه ونص. وفي برضو علبه حفظ رز بالغطا بتاعها وكوبايه معيار للرز بس الحجم الاكبر، يعني بتشيل لحد 10 كيلو رز. كمان العلبه مزوده بعجل من الاسفل عشان تقدري تحركيها براحتك، ودي سعرها 120 جنيه. وبرضو ما نسيناش مسحوق الغساله، جبنا لكم علب محكمه الغلق لمسحوق الغساله. العلبه عليها كمان رسمه الغساله لزوم الدلع، يعني العلبه دي بتشيل 5 كيلو مسحوق وسعرها 99 جنيه. وبرضو جبنا لكم علبه المسحوق اللي بتشيل ال 10 كيلو مسحوق وبنفس المواصفات، يعني محكمه الغلق وعليها رسمه غساله ومزوده بعجل من الاسفل، ودي سعرها 129 جنيه. ندخل بقى على مجفف الخضار، وانا بالنسبه لي ده عملي جدا لانك هتحطي فيه الخضروات اللي لسه غسلاها فيه وهتنشف في اقل من دقيقه عن طريق الصفايه اللي جوه اللي بتنزل باقي الميه، وممكن كمان تستخدميها كطبق بلاستيك لوحده، يعني عمليه معاكي في كذا حاجه، ودي سعرها 120 جنيه. العلب دي بقى عمليه وصحيه جدا، ودي علب تقدري تحطي فيها بواقي الاكل وتحفظيه في الثلاجه والفريزر عادي. الغطا كمان محكم الغلق، وزي ما انتم شايفين مش مقاس واحد، دي كذا مقاس بكذا لون. والاسعار بقى الصغير ب 24 جنيه والوسط ب 37 جنيه والكبير ب 50 جنيه. اما بقى لو حبيتوا تشتروا الطقم كامل، وده عباره عن 4 علب مقاسات مختلفه، متاح بسعر 250 جنيه. عايزه اقول لكم ان العلب دي كمان بتدخل الميكرويف. حفظ كيك او تورته جامده جدا وكمان عمليه، وعشان الست المصريه دايما مدبره، يعني ممكن تستخدمها للاكل والعيش، مش هنغلب يعني. ودي هتحافظ على الكيكه من انها تنشف او يتلم عليها اي حشره، ودي سعرها 80 جنيه. ايوه احنا منافسين ايكيا معروفه. طقم 18 قطعه بيدخل الميكرويف والديب فريزر وغساله الاطباق كمان. ابسطوا بقى، الطقم حرفيا هتحطوا فيه كل حاجه من بقوليات لتوابل او بواقي اكل هتستخدميه لكل حاجه. احجامه كلها مختلفه، وده اللي هيساعدك في انك تحفظي فيه كل حاجه. خامته غنيه بقى عن التعريف. الطقم ده كله من شركه الوطنيه وسعره 275 جنيه. بالنسبه للدورق ده اساسي كده كده في رمضان للعصاير، وفي منه كذا شكل، يعني الدورق ده بسعر 25 جنيه والبطوط بسعر 30 جنيه، وفي دورق معاه كوبايتين بلاستيك بنفس اللون بسعر 35 جنيه. بصوا علب التلاجة الصغننه دي، الطقم مكون من 3 قطع احجام مختلفه، وده تقدري تحطي فيه باقي الصلصه او الاكل عموما. الطقم بسعر 65 جنيه. كمان في طقم علب بقوليات حجمه كبير وهيشيل معاكي كميه كبيره. الطقم عباره عن 3 قطع مقاسات مختلفه بسعر 180 جنيه. وفي علب بلاستيك حجمها مناسب انك تحطي فيها مكرونه سباجيتي، لانها نفس الطول، ومش شرط برضو المكرونه بس، ممكن تخزني فيها اي نوع بقوليات، وسعرها 28 جنيه القطعه. يا جمال العلب دي وحلاوتها، شكل كيتي زي ما انتم شايفين. الطقم برضو 3 قطع لحفظ الاكل والتسبيكه والشوربه اللي تحبيه، وسعر الطقم 55 جنيه. وفي برضو الشكل المربع للطقم، برضو عباره عن 3 قطع احجام مختلفه لحفظ الطعام او اي حاجه انت عايزاها، وسعر الطقم 58 جنيه. اما بقى بالنسبه للعلب دي عمليه جدا، يعني سلقتي لحمه وعايزه تشيليها، قطعتي خضار وعايزه تشيليه، اتبقى حبه شوربه وعايزه تحافظي عليهم، يبقى حلك في العلب دي. الطقم عباره عن 4 قطع احجام مختلفه وغطا محكم الغلق بسعر 105 جنيه. هتلاقي الادراج دي بقى تنفع لحاجتين، تنفع كادراج ثلاجه وتحطي فيها العلب او الطماطم او الخضروات عموما، وتنفع كمان كعلب شخصيه للاكسسوارات او الاوراق او اي مستلزمات شخصيه. ودي في منها حجمين، الصغير بسعر 35 جنيه والكبير بسعر 45 جنيه. طالما بقى وصلتوا لحد هنا، يبقى ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. دي برضو علبه او درج ثلاجه، بس المختلف انها شفافه وبغطا بلاستيك، بس برضو ليها هاند وسعرها 52 جنيه ونص. عنواننا بقى 31 شارع مسره قدام صيدليه مسره. اما بقى لو جاي مترو، بتنزل محطه مترو مسره. في انتظاركم تنورونا.